ما عندناش تصور، غاديين باستراتيجيات وتصورات ديال ناس معينين، فشلوا هذوك سيفشل معاهم المغرب كامل. اليوم كاين تضارب في الارقام باش نكونوا واضحين في اللحوم الحمراء. تنسمعوا بان القطيع رجع ب 38%. الوزير السابق تيخرج العام اللي فات تيقول لك عندنا 25 مليون او 28 مليون ديال القطيع ديال الغنم، وخص العيد يكون، رغم اننا خرجنا قلنا ما خصوش يكون العيد. راه هذا الرقم اللي تيقول السيد الوزير راه ما يمكنش يكون يعني انه متطابق مع الواقع. ما يمكنش يكون كان عندي الغلمي ب 60 درهم واصل عندي 90 درهم 95 درهم وتقول لي عندي الوفره. اذا كان عندي الوفره راه تتبان لي في الثمن اليومي باش كاين هذا الشيء، وبالتالي كاين واحد النوع من التناقض. قلنا هذا الرقم راه في علامه استفهام، واصر الوزير على انه يكون العيد، وقلنا لك كان العيد راه اللحم غادي يوصل يفوت 150 درهم، وهذا ما وقع. مباشره من وراء العيد وصل الثمن لهذا الشيء، في الوقت اللي الدوله يعني دعمات الاستيراد ديال الغنم باش يكون واحد النوع من التوازن. فتحنا باب الاستيراد. الهدف من الاستيراد اشنا هو الحفاظ على السلاله في المغرب وتثمينها، وباش ما تكونش هي سبب ديال القيم الشاعره غادي دير لي واحد 6 المليون. اذا هاد 6 المليون انا غنحافظ عليها، غنحافظ على الاناث، غنحافظ على واحد المجموعه ديال الحوايج. واش بالفعل ان هذا التوجه هو اللي هو مشينا به، هو اللي مشات به الحكومه؟ لا، ماشي هو اللي مشات به. طلقنا السوق على مصراعيه لدرجه ان الميناروس تباع في العيد العام اللي فات ب 85 درهم للكيلو، في الوقت اللي كان خصو يتباع للمواطن ب 55 54 باش باعوه مجموعه ديال المستوردين الصغار. وصل لهذا الثمن، يعني ولات واحد النوع من المضاربه فيه. اشنو هو السبب في هذا الشيء؟ هو انني طلقت باب الاستيراد، عطيت الفلوس، عطيت اعفاء جمركي، عطيت اعفاء في لاتيفيا، عطيت الملايير ديال الدراهم كدعم ديال 500 درهم، ومع ذلك ما خلقتش اليات اللي ننجح بها انا العمليه. انا كحكومه اشنو هو دوري؟ هو نخلق اليات، غندير اسواق خاصه، غادي هذاك المستورد تنقول له يعطيني لا تراسابيليتي، هادشي فين مشى، فين وصل، فين دار، فين واحد المجموعه ديال الامور. لان الهدف اشنا هو؟ ماشي هو انني مستورد نعطيه 500 درهم، الهدف هو انني نحافظ على القطيع وندعم هذاك اللي عنده القدرات الشرائيه ديالو محدوده انه يلقى ديك المساله ديال العيد. كان العكس.